نشرب لنا قهوة كذا في مكان رايق. لازم قهوة باردة. لا ورلاش. هذا السكراب. بتاريخ اليوم حسيت فعليا صرنا بالصيف. يعني مو صيف يعني على ابواب ومش عارف صيف. الحر بده يقول كذا هاي كي كاردز انا هنا. اليوم طالعين انا وحسن العمري الصديق العزيز، يعني كذا نودع الاجواء الشبه لطيفة في مسقط. رايحين الحين القرم نشرب لنا قهوة كذا في مكان رايق، وبلا شك بتروح معنا انت. الاوتفيت طبعا برعاية اللي صعب، وهذه القطعة فوق من كلوزت. وايش يعني بالعكس انا لبست هاندات. اخر شيء قالوا لك حط كود الخصم، مو عشان يبيعوا، يزبسون بيورونا وبيعلمونا. والله العظيم اوريكم كذا لمحة من مسقط الحلوة. وفي الحبيب وينك بشوفك ثانية. رحنا القرم بس حسينا انه الشمس وصار الظهر، قلنا لا احسن مكان يكون مغلق مكيف، فوقع الاختيار على ايش؟ مول اوف عمان، مش مول عمان، مول اوف عمان. كونوا راقين شوية. الحين المهمة شوفوا بأمانة ليش واحد من أجمل المحلات في مواضيع العناية والثلج هنا. يعطيك أجواء الصيف. شوفوا يخبروكم هنا بمكونات الماسكات هذه، أغلبها أو كلها تستخدمها في أسبوعين فقط تتخلص منها، لأنه ما فيها أي مواد حافظة. من أحب المحلات. ألوان، روايح، اشكال. هذه اتوقع الباث بابلز، لا شامبو. انا ما اشتريت من قبل الشامبوات، بس بدلكم على شيء سحر. وين الدارك؟ هذا السكراب دارك انجلز، من اقوى السكرابات في الحياة. فحم على عرقسوس على خشب الصندل على الورد، سحري فعليا. يعطيك وضعية فلتر السناب. هذه الصوابين اللي فلتر طيب تكون للناس اللي يعانوا من جفاف. الاشكال يا ناس. طبعا هالمحل غني عن التعريف، بس تمر الصوب وبرع في هنا في مول اول في يمكن لا عشت والله. شريكم في الالوان والتفاصيل. هذا دلع بناتكم. هذا الصابون بعد كثير فنان، كثير. هذا اللي هو انلاكي فور بيرد صابون. هذا فنان كذا على حمضيات. عفوا اقصد هذا، ترى في شبه بينهم، اللي هو كارما. صابونة الكارما هذه فنانة. هذا الله يسلمكم معطر الجسم زيستي، فنان خاصة للناس اللي تحب الحمضيات. يا حسن صراحة ايش رايك؟ فنان صح؟ حلو. برتقال للناس اللي تحب البرتقال بتحبه، خاصة الحين صار وقت الاشياء هذه الحمضيات، بما ان صرنا في الصيف. طبعا بما ان صرنا في الصيف لازم قهوة باردة. سمعت المشروب يا حسن؟ كلاسيك اسبريسو، كلاسيك شيكن، اسبريسو ايس شيكن اكسترا شوت. والله العظيم هذا امتحان منهج كامل تبارك الرحمن، مو اسم مشروب. مؤمن علينا بالعافية. شربوا معي. تمام. أعجز وأنا أقول لكم الجلسة في ستاربكس تحديدا مول عمان شيء رهيب. في السنتر تشوف اللي داخل واللي خارج واللي رايح واللي طالع واللي نازل، خاصة إذا كنت مستمتع بقهوتك. بس للأسف خلصت قهوتنا، وأتوقع إنه في جزء ثاني للطلعة، صح؟
لا طبعا. اكيد بعد الساعة 1:30 تو الناس. واحد من اجمل وارقى محلات العطور في السلطنة، طبعا غني عن التعريف، الفخامة العمانية. فلاور لاش، ظفار، فوياج، ثلاث عطور جديدة ما لها إلا فترة بسيطة في السوق، بنتكلم عنها بشكل سريع مع بعض. فلاور لاش هذا حبيت أنا العطر، طبعا مصممين عالميين شغالين على العطور. خلف الكاميرا حسن، ايش رايك؟ حلو. ورد، روعة. زهور. زهور على تاتش نظافة كذا. ايوه. فوياج، الله هذا فخم. والله كأنه بخور، كأنك متبخر. ايوه هذا هو صراحة. الإصدارات ثلاثة خرافية، والثالث ظفار من صوبنا. ظفار فيه لبان ومكونات اللي تكون موجودة في السوق الشعبية اللي في ظفار، عملوا هذا الجو بعقوبة. حلو، حلو. بس بأمانة أنا من أكثر اللي بخور أنا حبيت. هذا على بخور وأثقل، تحسه يعني مال المناسبات وكذا. هذا فريشنس، ورود، ينفع كذا صيف، شتاء، كل الأوقات. هذا تحسه لا، أوقات شوي تكون خاصة كذا مميزة. وبشكل كثير سريع أكلم لكم عن أحدث إصدارات الفخامة العمانية. وخلص فيديونا لهذا اليوم البسيط اللطيف في ربوع مسقط الجميلة. والله مول عمان حلو، لولا هذا الإنسان كنت بعدني يعني مستمتع في الموضوع. وعطور عمان الجري بصراحة ثلاثة جدا جميلة، خاصة فلاور لاش وظفار، مش ظفار، فوياج. ظفار يعني مش حلو نفس الثانيات. ليلو سهر